راقصة الهوانم، اللقب اللي أطلقته عليها الفنانة تحية كاريوكا، وبرضه زينات قلب الأسد، واحدة من أشهر راقصات زمن الفن الجميل. الراقصة زينات علوي برقص بسيط غير مبتذل اتمكنت من إنها تحافظ على أدائها من غير ما تدخل رقصات غربية زي غيرها ما عملوا. في بداية حياتها هربت من بيتها وكان عمرها 16 سنة، والتحقت بفرقة بديعة مصابني، بعد كده في فرقة شكوكو، وشاركت في السينما وتعرفت في الوسط الفني براقصة الهوانم. أما زميلتها فلقبوها بزينات قلب الأسد. وزينات علوي أشهر واحدة رقصت بالعصا ومزجت بين التحطيب والرقص الشرقي. وفي حوار نادر للفنان عبد السلام النابلسي اعترف إنه حب زينات علوي بعد ما اشتركوا مع بعض في فيلم إسماعيل ياسين في البوليس السري سنة 1959، وعرض عليها الجواز، لكن زينات علوي رفضت. وكانت على علاقة قوية بالوسط الثقافي والصحفي وبعدد من كبار الكتاب، ومنهم الكاتب الكبير أنيس منصور اللي كتب عنها أكتر من مرة. اتكلم عنها في كتابه اللي حمل عنوان أظافرها الطويلة. وقال منصور عن زينات علوي إنها أحسن رقاصة مصرية بعد كاريوكا، لأن أدائها سهل وجميل ومش بتبتذل في حركاتها. اتكلم عن مواقف لزينات علوي مع عدد من الصحفيين والكتاب اللي اتفصلوا من شغلهم في فترة الستينات، وقال شفتها بتزور الشاعر كامل الشناوي، ولما راحت له ولقيته نايم فضلت مستنية لحد ما صحي، وكان بيسهر الليل وينام النهار، وهددت إنها ترمي نفسها من الشباك لو ما خدش منها فلوس. لكن كامل الشناوي أصر على موقفه، وفوجئنا إنها فعلا كانت عاوزة ترمي نفسها من الشباك. وزينات علوي اتولدت في اسكندرية سنة 1930، وعانت من قسوة والدها لغاية ما قررت الهرب وسافرت للقاهرة. ومن أهم الأفلام اللي شاركت فيها زينات علوي ريا وسكينة وشباك حبيبي، إشاعة حب، وأدهم الشرقاوي، وصباح الخير يا زوجتي العزيزة. وزينات علوي فضلت لسنين كتيرة ترفض الارتباط أو الجواز من أي راجل، وكانت رافضة الرجال بشكل عام. اتقال إن السبب ورا كده هو عقدتها من والدها، وكانت شايفة إن كل الرجالة زيه. ولما سافرت بديعة مصابني برا مصر انهال على زينات علو العروض المسرحية، وانضمت زينات لفرقة شكوكو المسرحية مع زوزو محمد وعبد العزيز محمود. وزينات علوي اتوفت 5 يناير سنة 1988 بعد رحلة فنية مع الرقص الشرقي، وصنعت لنفسها بصمة في سجل راقصات الزمن الجميل. قبل وفاتها اعتزلت زينات علو الفن سنة 1971، بعدها بعدت عن الأضواء وعاشت في عزلة، وتم العثور عليها في بيتها بعد وفاتها ب3 أيام متأثرة بأزمة قلبية.